قضية سد النهضة، وربما هذا كان سببا في السجال الذي دار أمس بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. أبي أحمد أكد خلال كلمته في القمة الأفريقية أن أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري، في إشارة إلى أن الأمن الأفريقي لن يتحقق من دون وصول إثيوبيا إلى البحر. ليرد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال القمة الأفريقية مؤكدا أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط. وأضاف عبد العاطي أن القاهرة ترفض أي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكا في حوكمة البحر الأحمر، كاشفا أنه يجري حاليا العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطل على البحر الأحمر وخليج عدن. ليعود بعدها أبي أحمد ويحاول شرح تصريحاته بالقول إن مساعي بلاده للوصول إلى منفذ عبر البحر الأحمر سلمية، وهي دعوة للشراكة التي لا تخدش سيادة الجوار ولا تضر بمصالح الآخرين. في اليوم التالي عاد أبي أحمد وفي رسالة على منصة إكس قال إن أديس أبابا لا تحمل أطماعا جغرافية أو نوايا توسعية ولا تسعى لتهديد أمن جيرانها، مؤكدا أن النيل العظيم هبة إلهية يجب أن يرتوي منه الجميع بالعدل والمساواة.